مهارة ابن رمضان تصنع الفارق في مباراة فريقه أمام ميتلاند الدنماركي. ظهر محمد على بن رمضان في مباراة فريقه نادي فرينك فاروزي المجري في المواجهة التي تقام الآن أمام فريق ميتلاند الدنماركي ضمن ملحق دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الدور الثالث الإياب. وأظهر ابن رمضان مهاراته خلال المباراة بطريقة رائعة نالت إعجاب الجماهير بشكل كبير، خاصة جماهير الأهلي المصري التي تنتظر توقيع ابن رمضان للأهلي خلال الأيام القادمة. ويستمر التعادل بين الفريقين حتى الآن بنتيجة 1-1، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ميتلاند 2-0، مما يصعب على الفريق المجري فرص اللحاق بدوري أبطال أوروبا. الأهلي يخطر ابن رمضان بإنهاء المفاوضات مع ناديه لضمه، وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تواصل أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة والمسؤول عن التعاقدات مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق فرانك فاروسي المجري بشأن الحصول على خدماته بالموسم الجديد. وتابع مصدر خلال تصريحات لموقع الجمهور: تواصل توفيق مع ابن رمضان جاء من أجل إخطاره بالحصول على موافقة ناديه للحصول على خدماته بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المادية والقانونية، ويتبقى توقيع العقود. وأضاف: ابن رمضان كان قد أنهى اتفاقه في وقت سابق مع توفيق حول البنود التعاقدية والمقابل المادي الذي سيحصل عليه حال انتقاله، حيث أبدى اللاعب ترحيبه الشديد بارتداء قميص الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.